السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. أحلى طريقة لكفتة الرز تخلي طعم اللحمة باين جدا فيها، والنسبة المظبوطة للرز والطريقة الصحيحة لعملها علشان تطلع معانا ناعمة، ما تفتحش معانا واحنا بنقليها، وكمان تطلع معانا بأحلى طعم ممكن. هنقول كل التفاصيل وكل التركات. اول حاجة نسبة الرز لنسبة اللحمة، ودي حاجة مهمة جدا علشان يبان طعم اللحمة في الكفتة، وما تبقاش الرز هي اللي طاغية عليها. نص كوباية من الرز على نص كيلو من اللحمة المفرومة. هناخد النص كوباية من الرز ونغسلها ونحطها على فوطة مطبخ لغاية ما تنشف خالص. بعد كده هحطها في المطحنة بتاعتي وابتدي اطحنها واضربها لحد ما تنعم معايا جدا. انا عاوزاها زي الدقيق، يعني دقيق رز. يعني الناس اللي متوفر عندها دقيق رز تقدر تاخد نص كوباية من دقيق الرز تعايرها، وهتكون هي كده المقدار المظبوط. باخد الرز بعد ما ضربته في الكبة، انخره واخد اللي بيطلع لي، النخرة اللي بتطلع لي اضربها تاني لحد ما اوصل الكمية كلها انها تبقى دقيق رز. تمام. الخطوة دي بتساعدني جدا انه اللحمة تبقى او الكفتة تبقى معايا ناعمة. بعد كده هضيف قد مثلا ايه، قد عقلتين كده من الصباع، مكعب صغير كده، قد مكعبين مرقة الماجي مثلا، مكعبين كده قد كده من اللي هي الضاني بتاعة الخروف، دي بتدي طعم حلو قوي وبتعزز طعم اللحمة. وبصلاية مفرومة، زي ما انتم شايفين انا معايا البصلاية مفرومة، فهدخلها تاني في الكبة علشان تتفرم. ومعلقة صغيرة من التوم، وهعجن بقى الكلام ده كله مع بعضه، البصلة مع التوم مع اللحمة المفرومة مع الدهون الضاني. بعد كده هعير نص كوباية الرز بتاعتي، وحوالي برضو كوباية من الخضرة المشكلة او اقل شوية من الكوباية. انا حطيت كل انواع الخضرة، بس في الاخر الموضوع كله ما بيتعداش كوباية من الخضرة. كرفس، على بقدونس، على شبت، على كزبرة. والملك بقى بتاع كفتة اللحمة هو النعناع. النعناع يا جماعة مهم جدا، سواء نعناع أخضر أو نعناع مجفف. بعد كده تبلتها بمعلقة من البهارات السبعة ومعلقة من الكمون، وهضيف معاهم كفتة الرز وعجن كده. وبعدين ارجع اخد المكونات دي كلها واضربها وانعمها في الكبة بتاعتي تاني. يعني بعد ما عجنت الكفتة بتاعتي خدتها في الكبة علشان اديها التنعيمة المظبوطة. اللي بعدها بقى هشكلها. يعني دي كده الرز على اللحمة على الخضرة كله مع بعضه، مع البصل طبعا والثوم والبهارات، كل حاجة اتحطت. وبفضل انعم فيها لغاية ما تبقى تطلع لي زي عجينة الطعمية كده بالظبط. شايفين المنظر؟ يمكن مش هتفرقوها عن شكل عجينة الطعمية. شايفين شكل اللحمة قبل وبعد قد ايه بقت ناعمة، وكل المكونات مضروبة مع بعض بشكل متمازج. هي اهم حاجة فيها اننا نضربها وننعمها كويس قوي. وكمان هقول لكم التريكة التانية واحنا بنشتغل فيها، هي دي اكتر حاجة بتخلي الكفتة بتاعتنا ناعمة وجميلة ومظبوطة. تمام. شايفين العجينة بتاعتي قد ايه ناعمة جدا؟ هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب شوية زيت احطهم في صينية، وايديا الاتنين ادعكهم بالزيت عشان اصبع بيهم الكفتة. هي انا بعمل الخطوة دي بالظبط في كفتة الجمبري. برضو بعمل ايديا بالزيت كده، والحاجة اللي هرص عليها الكفتة لازم تكون مدهونة كويس بالزيت. وكذلك بعمل كده في الطعمية. الحاجات دي كلها بتساعد ان احنا الكفتة تطلع معانا ناعمة من بره، وكمان بتساعدنا ان احنا نصبع الكفتة من غير ما ايدينا تتوسخ او يحصل فيها اي مشكلة او عجينة الكفتة تلزق فيها. بعد كده باخدها احمرها في الزيت او احمرها في الاير فراير. عشان نحمرها في الزيت وما تفتحش معانا بعد كل التنعيم اللي نعمناه لها ده، الزيت يكون غزير وسخن، ونقلب بسرعة. يعني ما نسيبهاش تاخد لون من تحت مثلا وبعد كده تاخد لون من فوق. الحركة دي بتخليها تفتح مهما كانت ناعمة ومضروبة كويس.
والطريقة التانية اننا نحمرها في الاير فراير. برضو الاير فراير بتطلعها متحمرة حلو جدا. وطبعا اعملوا صوابع الكفتة طويلة ورفيعة على قد ما تقدروا، لانها بتكش وتصغر بعد ما تتحمر، ده لان نسبة اللحمة فيها اعلى بكتير من نسبة الرز. كل ما بتزودوا نسبة الرز كل ما الكفتة بتحتفظ بحجمها وبشكلها، وبتفضل ايه، محتفظة برونقها. بس احنا عايزين نحس بجمال طعمها مش العكس. فما نزودش نسبة اللحمة للرز، زي ما قلت لكم كده، نص كيلو اللحمة عليه نص كوباية رز، هذا القدر يكفي. شغلت عليها الاير فراير ربع ساعة. طلعت لي حلوة جدا ومستوية، بس هي بتنشف سيكة في الاير فراير. يعني هواة الكفتة اللي على اصولها يمكن يحسوا بموضوع انها نشفت شوية في الاير فراير ده. لو عايزين نفرزها بنفرزها في المرحلة دي، اللي هو بعد ما حمرناها وبردت. انا ما بشيلهاش في الفريزر صوابع مش متحمرة، لاني بخاف طعم الرز يتغير يبوش، فاحب ان انا احمرها. افضل ان انا احمرها واشيلها متحمرة، واطلعها بقى احطها في الصلصة السخنة تسخن وتبقى جميلة وتبقى كأنها طازة بالظبط. دلوقتي انا بعمل الصلصة بتاعتي. حطيت معلقة حلوة كده كبيرة من السمنة البلدي، ومعاها معلقة كبيرة من الثوم. في ناس بتحط كمان في الصلصة بصل، بس انا شايفة او عادة ما يعني الاصل بتاعها ان الصلصة بتاعتها بالثوم بس. وبعدين نحط عصير الطماطم بعد ما شمينا ريحة الثوم كده وتحمر شوية كده صغيرة في السمنة. نحط الصلصة لحد ما تتسبك، وبعد ما الصلصة تتسبك ننزل بقى بالكفتة بتاعتنا. ويا حبذا لو نزلنا بالكفتة كلها مرة واحدة، بحيث كلها تاخد سوا واحد وتستوي كلها في وقت واحد. هحدق الصلصة بتاعتي، انا حطيت فيها فلفل اسود وملح، وحطيت في الكفتة نفسها كمون وبهارات 7. طعمها تحفة، تتقدم في اي وقت في اي عزومة. طعمها رائع. بتكمل سواها بقى في الصلصة. الناس اللي بتقول انه ملوش لازمة وضحت يعني فقرة الصلصة دي وانها تتاكل كده محمرة، لا خالص. بتروح في حتة تانية بعد ما بتحط في الصلصة، بيبقى طعمها حلو جدا. كمان طعم الرز بالشعرية كده مع الصلصة يجنن بصراحة. شوفوا قد ايه ناعمة من جوه، قد ايه متماسكة. عايزة اقولكوا كمان طعم اللحمة قد ايه جميل وظاهر فيها، وكأننا بناكل كفتة لحمة بس ناعمة شوية. او ليها يعني رونق كده كفتة اللحمة بالرز. يا رب يكون الفيديو عجبكم. جربوه واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. التركات اللي قلناها تركات بسيطة، بس هتطلعها مظبوطة معاكم ظبطت اجدادنا بالظبط. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.